صباح الخير بقطتي المتواضعة. ده فيديو مش عارفة يطلع قصير ولا طويل بس بعنوان شوية فضفضة، مفهوش أسرار، هو شوية فضفضة بس. عندي شوية حاجات كده ملخبطاني، عندي شوية مشاكل الفترة دي. المشاكل دي بدأ من قبل رمضان بحاجات بسيطة أوي، بس حاولت أتلاشى، حاولت أتناسى، حاولت أقف، حاولت مثلا أسلي نفسي في موضوع الفيديوهات اللي أنا بعملها دي، بس كل ما ده المشاكل بتيجي ورايا لازم. عايزة أهرب من المشاكل، أنا بحاول أهرب من المشاكل، بحاول أهرب من الضغوطات، بحاول أبقى حاجة أنا كنت بتمناها في يوم من الأيام، بحاول أبقى حد أنا كنت عايزة أكون هو لما أكبر. أنا معرفتش أعمل حاجات كتير أوي. بصوا، أنا الوسط بين إخواتي، يعني واحدة كبيرة وواحدة صغيرة وأنا في النص. هو مش اضطهاد، والله ما فكرة إن أكون مضطهدة، لأن كانت ماما دايما أيوة يا ست مضطهدة. الموضوع أكبر من اضطهاد. أنا ضيعت حاجة كبيرة اسمها الثقة. ليه؟ لأن أنا عملت حاجة ضايقت اللي حواليا، رغم إن أنا ما كانش قصدي إن أنا أضايق اللي حواليا. أنا كنت بستشير حد كبير في قرار أنا عايزة أخده، بس بقول السبب ده كان يزعل، أنا ما كنتش عارفة إن السبب ده يزعل ويوجع ويضايق وغلط. فخسرت الثقة ما بيني وما بين اللي حواليا، مش كتير يعني مثلا، بس أهمهم بابا. مش معنى إن أنا خسرت الثقة يبقى أنا عملت حاجة كبيرة أو كارثة، بالعكس بالعكس خالص، أقسم. الفكرة هما فيها إني أنا قدمت اللي أنا كنت عايزة أعمله بطريقة غلط، ومش في نفس الوقت أنا دخلت لبابا دغري، لا أنا دخلت لبابا بس ملفوفة، لأني اتكلمت مع حد كبير قلتلها أنا عايزة أعمل 1 2 3 علشان 4 5 6، أو علشان دول اتمسك فيهم قبل ما يبقى 1 2 3 4. ما صانتش اللي أنا قلته لها، ما حافظتش عليا، ما قالتليش لأ ده غلط، ده لو كان اللي أنا بقوله أصلا غلط ما قالتليش إن ده قرار ما ينفعش يتعمل، ولكن هي ضرتني كتير. اللي باين إن هي خايفة عليا، بس أنا لحد دلوقتي بعاني من الغلطة اللي انتي قلتي عليها إن هي غلطة، وهي أصلا كانت مجرد دردشة. يعني مش قرار أنا قمت عملته، ولا قرار أنا قمت نفذت فيه بدايته، حتى ده هو كان مجرد دردشة بفكر أعمل 1 2 3. فاهمين يعني إيه بفكر؟ الإنسانة دي أنا خسرتها لأبعد حد، لأن إحنا بنتعامل وبنشوف بعض من وقت للتاني ونتكلم ونتصالح وبنهزر، وهي جت اعتذرت لي وتصالحنا مع بعض. خصمتها شوية كتير، بس ما أظنش إن أنا كنت غلط لما خصمتها، هي أكبر مني بس ما أظنش إن أنا كنت غلط، لأني أنا خسرت. أنا مش بس خسرتك انتي، أنا مش بس خسرت القرار اللي أنا كنت رايحة أعمله، أو مثلا خسرت اللي أنا كنت عايزة أنفذه لأنه كان واجعني في وقت ما، ولكن انتي خليتيني خسرت بابا. ثقة الأب لما بتروح خلاص، لأن هو زعل مني جامد قوي. أنا لما هو زعل مني، أنا كان نفسي بصراحة إن أنا أقول له معلش وما تزعلش مني، بس أنا كنت موجوعة أكتر بكتير. عارفين أما يحصل بعد كده على طول كمية قرارات مؤلمة وموجعة، بس مش هتقدر تتكلم لأن أنت شخص مش موثوق فيه، أو أنت شخص كنت بتفكر بطريقة غلط، أو أنت شخص فكرت في حاجة هتضر، مع إن والله العظيم الموضوع ما كانش ضرر خالص خالص نهائي. يعني كنت عايزة أعمل حاجة هتريحني وهتريح اللي حواليا وهتريح أطراف تانية كتير، يمكن فيها خسارة بس مش كارثة، مش فضيحة مثلا، خالص، والله خالص، أقسم بالله نهائي. أنا زعلانة منها جدا،
مش عارفة أتعامل معاها خالص، ضيّعتني لدرجة إني بقيت مش عارفة أنا كنت إيه وبقيت إيه، أو أنا عايزة إيه، أو أنا هاعمل إيه، ضِعت خالص. حتى الحاجة اللي كان المفروض أبقى باعملها بحُب مش عارفة أتعامل معاها، مش عارفة أعملها. في حاجات كتيرة أوي اتدشملت. أنا زعلانة على نفسي جدًا، لإني مش عارفة أبقى طبيعية. تعالوا أقول لكم حاجة تانية خالص برّه الموضوع ده. وأنا صغيرة كنت باتمنى إن الحد اللي أصغر مني يكون أحسن مني بكتير، فكان دايمًا تفكيري بيودّي إني أنا عايزاكِ تعملي إيه وما تعمليش إيه، أو اعملي ده وما تعمليش ده. هي كانت الطريقة يعني. المهم كان في طول الوقت بينا مش منازعات، مش أخوة زيادة عن اللزوم، لأ، كنا طبيعيين إلى حد اللي هو إيه، أم وبنتها، بينا وبين بعض سِن بسيط خالص، بس أنا أمها، باتعامل معاها لإنها أمها. في غلطة حصلت صغيرة وإحنا صغيرين أكتر بكتير من الأول، ضيّعت مني أنا وهي حاجة، لإن أنا كنت مبسوطة ومتحمسة أوي وأنا صغيرة على فكرة، كنت صغيرة جدًا، فكنت مبسوطة باللي هي بتقوله، فقُمت جريت لماما باقول لها 1، 2، 3، فهي زعلت. أنا ما كنتش عارفة إن هي هتزعل، لإن أنا كنت باتكلم في حاجة هتفرّح ماما نفسها، فهي زعلت جامد. كنا هنخسر بعض، أو هي بغبائها فكّرت إن أنا هاعمل كده طول الوقت، بس لأ، يعني إحنا كبرنا وفي حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش وهكذا. ففضلت بعيدة عني فترة طويلة، ولكن أنا كنت قريبة منها إلى حد الخوف، مش لحد الأسرار أو لحد الكلام والدردشة. أنتِ فين؟ أنا جيت، أنتِ فين؟ أنا جيت، أنتِ فين؟ أنا معاكِ، أنتِ فين؟ كده، هو إحنا أصلًا في كده. نفسي آكل كذا أعمله لها، نفسي ننزل في الحتة الفلانية ننزل فيها، ولكن مش أصحاب لدرجة الأسرار خالص، أصحاب لدرجة إن إحنا ضرب واحد، طريق واحد، خط واحد مستقيم ماشيين عليه، ولكن ما عندناش دردشة خاصة. أو أنا عن نفسي أصلًا ما كانش عندي أسرار، حياتي كانت طبيعية جدًا. بعد كده حصلت حاجة بين واحدة صاحبتها وبيننا، خلّتها رجعت تسترد الثقة فيّا تاني وتتكلم معايا على طول، وكل أسرار حياتها وكل اللي نفسها فيه وأكتر كان معايا. المهم يعني إن لمّا استردينا الصحوبية تاني أو استردينا الصحوبية أقوى، كان بالنسبة لي أنا مش عايزاكِ تبقي هنا، عايزاكِ تبقي أعلى، أعلى مرتبة بكتير. بُصّوا، هو أنا مش هالِف وأدور كتير، اللي حصل الموقف الأولاني معاها اللي أنا حكيته، دي أختي الكبيرة، واللي أنا باحكي عنها دلوقتي دي أختي الصغيرة. فأنا اللي كنت الوسط، الكبيرة، كسرت كل الحواجز اللي بينا بسبب إن أنا أمنتها على سر خطير، أو مش سر والله ولا خطير ولا حاجة، قرار كنت عاوزة أخده كان كبير أوي بالنسبة لي، وكنت عايزة أعمله علشان سبب معين، فهي خانت اللي أنا قُلته وراحت قالته لبابا بطريقة مش تخلّيه إن هو مثلًا يسمعني ويتفاهم معايا، لا، لا، لأ، بطريقة إن أنا باعمل حاجة بتضايق، باعمل حاجة بتزعّل اللي حواليّا، بادمّر الناس. أنا ما عملتش كل ده. أما الصغيرة فلما حصل إن هي قالت لي حاجة وإحنا صغننين وأنا رحت قلتها لماما، لأن كانت ماما أصلا بتتكلم عن نفس الحاجة اللي بتتكلم عنها، فبالتالي أنا كنت رايحة أفرح ماما مش أكتر وأشاركها اللي إحنا بنعمله، لأن أنا كنت دايما صاحبة ماما قوي. فكان هدفي إني بصي الحقي اللي أنا وأنتي بنفكر فيه بيحصل فعلا. هي زعلت وقررت إن هي تبقى بعيدة عني كأسرار، ولكن لما كبرت أنا احتويتها تاني على طول بسبب الموقف اللي صاحبتها حكيتهولي. وبقينا صحاب قوي قوي فوق ما تتخيل. انا الكبيره تعليم متوسط، اقل حاجه في المتوسط، وانا واخده تعليم متوسط بالظبط. اما الصغيره فهي واخده تعليم عالي اللي هو ثانوي عام. فانا كنت عاوزه ان هي ما تبقيش زينا، انا اختي خدت الاقل، انا واخده الوسط، انتي خدي الاعلى اعلى. بس دايما اقول ان انا مش عايزاها تبقى هنا، بس دي ما ينفعش تبقى هنا، ولادي دي لازم تاخد امريكا، تاخد تعليم امريكي.
لازم تسافر أمريكا. هي أصلًا كان لبسها مكشوف شوية وكانت خفيفة ولطيفة وفي نفس الوقت مرحة، اسمها خفيف ومرحة. وكان زمان التيك توك كان اسمه Musical.ly، حد فاكر حاجة زي كده؟ فالمهم إن أنا كانت هي بتعمل Musical.ly وكانت دايمًا عندها extensions وعندها حاجات كتيرة كده accessories. أنا كنت لأ خفيفة خالص متطلباتي زبدة كريم وخلاص أنا دهنت الدنيا كده. يا لهوي أنا ماسكارا، يا لهوي يا إحنا عندنا فرح النهارده. البكرية لأ كان عندها 25 حاجة بتعملها فوق هنا وبتخليها في حتة تانية خالص. ده مش معناه إن هي بتخلي نفسها وحشة، بالعكس هي كانت بتخلي نفسها حلوة وهي أصلا حلوة. الموضوع بره خالص في الحلويات والوحشيات. أنا كنت بحب الحاجة الهادية لأني كنت بخاف على وشي دايما. ومع ذلك هبقى أوريكم صورة في الآخر خالص كمية النقط البني اللي هي بتظهر بعد الحبوب إن أنا بيحصل فيا. المهم إن أنا لما فضلت اقول ان انا عايزاها تبقى احسن مني كان حد بيضايقها في حاجه انزل وارد. يا انا جريئه جدا في الضرب. لا ما بعرفش، بس جريئه اللي هو هتواجهني هواجهك ونتكلم مع بعض لحد ما نشوف هنوصل لفين. ضرب بعرف اضرب كويس قوي. فكنت جريئه في الحوار دوت وما كنتش بخاف من حد. فكانت لو هي نزلت حصل معاها مشكله رجعت مع عياط انزل معاها نفس المكان ونعمل مشكله مع ايا كان عامل المشكله معاها. وهو لو وصلت لضرب هنضرب بعض عادي. وضرب ما كنتش بخاف منه خالص ولا زلت ما اعرفش، بس يعني كحريم. وحتى لو راجل غريب مش راجل قريب مني جدا، عشان انا هبقى اكلمكم في يوم من الايام عن فوبيا الضرب عشان حصل. مش عارفه ان انا عندي فوبيا الضرب بس حصل يعني. المهم تيجي بعد كده بقى للي انا عايزاها تبقى احسن مني لما ربنا اراد وهي اتحجبت وبقت فعلا زي القمر في الحجاب. ما شاء الله تبارك الله عليها، كانت زي القمر قمر. هديتها بوكس بدرس وحجاب وشوز على ان ده هدية الحجاب وهدية عيد ميلادها وكده. كانت لسه قبل العيد ميلاد بتاعها بحاجات بسيطة خالص. فكنت فرحانة بيها قوي وكنت فخورة بيها جدا جدا. انا كان دايما لبس دريسات بعد الكورتيزون لما تعبت وخدت كورتيزون من الذئبة الحمراء، فكان دايما لبس دريسات. فهي كانت بتلبس لبسي انا، كان حلو عليها وكان لايق عليها. كنت يعني لو حد ركز هيلاقوا انه كنت انا الاساس. فاهمين؟ من شغلها لما اشتغل بعد كده اونلاين جابت دريسات كتير. فهنا بدات ابقى عايزه البس معاها لان انا لبسي بدا يقل منه ايه البهجه بتاعته اللي هو خلاص بقى لبسته كتير مش عارفه ايه بتاع. مثلا رحت المكان ده فمش هينفع اروح بنفس الهدوم اللي رحت بيها وبضطر ان اروح المكان ده مثلا يوم بعد يوم اللي هو زي المستشفى في العلاج الطبيعي. فجيت انا بقول عايزه اشتري هدوم ليه؟ طب ما انا عندي. قلت لها لا ما هو برضه بتاعتك وبتاعتي. قالت لي لا ما انا بلبس من هدومك. هو انت كنت بتقولي لي كده لما كنت بلبس من هدومك؟ قلت لها يعني مش هتضايق؟ قالت لي لا مش هتضايق. دولابين في اوضتين ولكن تحسوهم دولاب واحد، مش هقول لكم فرد واحد لا دولاب واحد. جسمها قريب من جسمي شويه صغيرين، هي بتحب تلبس بيج سايز زياده، انا بحب البس لبس بمقاسي اوسع مني درجه ولكن بمقاسي. ما بحبش اللبس اللي هو الاوفر سايز الا في تيشيرتات، لكن فساتين مقاسي انا بحب كده. زائد اصلا ان 3/4 الدريسات بتكون وان سايز، نادرا يعني على ما تلاقوا في بيج سايز او سمول. المهم يعني الهدوم بتروح وتيجي. بس بعد كده بدأ الموضوع يقلل مني انا ككرامة، اني انا بلبس من عندها كتير حكم شغلها فبجيب كتير جدا. انا جوايا حاسه ان لا كرامتي ما تسمحليش ان انا افضل ايه اخد من عندها كتير، فانا عايزه اعمل شوبينج. فبدأ يحس جفا. زوزو عطين بله خطبت، كانت اول خطوبه في حياتها. ومع ذلك بقى حصل حاجه. هي ما كانت بتيجي من بره، كانت اول حاجه بتسال عليها منار. فين منار؟ انا بتيجي من الجامعه، كانت لسه في ايام الجامعه هي اشتغلت اونلاين ايام الجامعه. ففكره ان هي تسال عليا دي كانت بالنسبه لي انا امها بقى. امها بقى كنتش بتضايق خالص. تيجي تبوسني وتحضني ومثلا اقف في المطبخ تروح حضنوني كده. كانت اول ما اجيب حاجه تجري عليا انا اول واحده تقول لي انا جبت كذا ايه رايك وهنلبسه على نلبسه على كذا وهنعمل كذا ونعمل كذا. شوز كانت بتاعتي قوي، ملكي.
كنت حاسة بإحساس الأمومة الحلو، اللي هو اللي تعبت فيه لقيته. أنا حاولت أخلّيها تعزّز الثقة في نفسها زيادة جدًا عن اللزوم، ما تبقاش أقل من أي حد، تمشي دايمًا مستقيمة، إيه احتياجات الجامعة، إيه احتياجات الصحاب، بتعمل إيه بينها وبين صحابها، حدود إيه، نَفَس إيه، كذا، كذا، طول ما هي خارجة تبقى ريحة بُقّها إيه، طول ما هي برّه تحط كريمات إيه، حرفيًا بنتي، وأقسم بالله كنت حاطاها في عينيّا. اضطرت تبات فترة من الفترات في مكان، يعني إحنا في مكان والبيت في مكان القديم، فاضطرت تبات في أماكن أقول لها تعملي كذا، تعملي حتى لو جعانة ما تطلبيش أكل، هي لازم تعزم عليكِ بزيادة، كذا حرفيًا أنا كنت باحط في دماغها كتابة إيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملهوش، إلى حد بعد الخطوبة. عارفين لما حد يكون مقعدكم على كرسي معين فوق فوق ال20 سنة، أنا كنت قاعدة على كرسي فوق ال20 سنة. أنا ما باكرهش خطيب أختي، بالعكس أنا باحبه جدًا، جدًا، هو إنسان زي الفل، سُكّر بجد. بس هي قررت تستبدلني بيه. كان في زمان أوي عارفين إن إحنا من الناس اللي كنا بنلعب في الشارع تحت البيت، معلش الغسيل ده مش مراية غسيل والله. آمم، لمّا كنا صغيرين كانت واحدة من جيراننا تقول لي: "لمّا بييجوا جرايبكم بتوع مصر أختكِ بتتكبّري عليّا." أنا مش من النوع ده، أنا مش باحب حد يتكبّر عليّا، والله قالت لي كده. هي مش بتعرف تصاحب 2، هي إلها واحد بس، يا أنا يا هُم، لمّا بيمشوا بتبقى صاحبتي. أنا اكتشفت المعلومة دي إنها حقيقية، هي ما بتعرفش تبقى مع 2. مصاحبة في الشرقية واحدة أو 2، بس كل واحدة في مكان، صاحبتي أوي وصاحبتي أوي، لكن لو اتجمعوا ال3 في مكان هتحصل مشكلة. صاحبة حد في حتة ما في بيتنا في جيراننا صاحبتي أنا هنا في البيت لكن لما بنروح عند أختي التالتة ما تبقاش صاحبتي أنا. وأنا اللي بحس بالموضوع لأن أنا حساسة زيادة أوي عن اللزوم، فباخد بالي من كل التفاصيل. عيني عارفين عيون الصقر اللي بتاخد بالها من أدق التفاصيل، أنا عيوني كده. فبزعل، بتعب، بيصعب عليا نفسي جدا. في أول فترة خطوبتها دي أنا كنت زعلانة إن أنا بيتسرق مني. عارفين قالت عليا إيه؟ بغير منها. حد يعني إيه أخت تقول على أختها بتغير منها؟ طب فاهمين يعني إيه أصلا إني أحس إن أختي بتغير مني؟ هقولكوا على حاجة، كنت مخطوبة لحد من 2019، يعني احنا دلوقتي 25، يعني من 6 سنين. الحد ده كان بيعمل لي كل حاجة بتمناها وبتخيلها وأي بنت في الكون تعوزها. عارفين اللي هو خليها ملكة هم يغيروا منها، هو كان بيخليني كده. أنا مش هينفع أتكلم عنه كتير، مش هينفع، تفاصيل هتتعبني أنا. ولكن هي اتخطبت تاني بعد كده لحد ما بيعملش معايا أي حاجة خالص، لا قليلة ولا كبيرة، ما بيعملش معايا حاجة أصلا كويسة. فكانت فاكراني أنا بغير منها على يعني من تصرفات خطيبها معاها عن تصرفات خطيبي معايا، ومع ذلك فسخت وعدى الموضوع دوت، وقلت خلاص هي أكيد مش هتفكر كده تاني. وسمعت الكلام ده من العيلة. بعد كده اتخطبت تاني، برضه خطيبي ما بيعملش معايا التصرفات اللي هو بيعملها معايا. هو بيحبني جدا 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 فوق الوصف، ولكن بيعاملني بطريقة معينة. أنا عايزة طريقة تانية، مش عايزة الطريقة دي. ما علينا، بس هي كانت فاكرة إن أنا عايزة طريقة خطيبها، بالعكس خالص نهائي. أنا ما استحملش خطيبها ده نهائي. بس قالت عليا كتير إن أنا بغير منها. انتوا متخيلين اخواتي عملوا فيا ايه؟ عارفين كمية الألم اللي أنا بحس بيها من وقت للتاني ايه؟
المشكلة مش كل ده، المشكلة برضه إن أنا الطافية اللي أنا حاسة بيها مش عارفة أرجعها تاني، مش عارفة أبقى أنا. عمال أقول يمكن قرب السن ال30 بيعمل كده، بس أنا حاسة إن لأ، مش السن خالص. أقول يمكن اللي بامُر بيه بيعمل كده، أقول طب وأنا مالي، أنا مالي بكل اللي حواليّا. المفروض أكون مركّزة مع نفسي أكتر، أركّز مع الskin care، أركّز مع الhair care، أركّز مع البيت، أركّز مع الأكل. بالاقي نفسي برضه زي ما أنا، لسه حاسة نفسي ضايعة. حتى قراراتي كلّها بقيت حاسة إن فيها حاجة غلط. أنا تايهة جدًا، مش عارفة دلوقتي هاروح منها فين، أو قصدي هتخلص منّي إمتى. بس محتاجة إن الناس تدعي لي. حقيقي أنا عارفة إن الpage مفيش عليها أي حد، وعاملاهم لنفسي للمرة ال1000، وبرتاح لما بفضل ألغي فيها. بتغير شوية في مودي، بتخليني عندي طاقة أكتر، بس أنا طايحة أوي أوي. وقلة الشغل مع قلة الخروج بتضيع أكتر. عمري ما اشتغلت، نزلت اشتغلت أسبوع مرتحتش، لأن كانوا بيتكلموا على بعض، مش وظيفة محترمة أصلا، ده شغل حر. فمرتحتش، رجعت البيت على طول وقلت لأ، عمري ما هنزل تاني. هما بيتكلموا على بعض كتير أوي طول الوقت. عارفين اللي عايزة وظيفة بكاميرا مراقبة فوق كل شخص، عشان الشخص ده ما يتكلمش مع الشخص ده بطريقة مش كويسة، أو الشخص ده ما يقولش على الشخص ده كلمة مش كويسة، أو هما الاتنين يتجمعوا في مكان فيتكلموا على بعض، شرب سجاير، شتيمة، كلمة خارجة. أنا مش عايزة كل ده، وحاسة إن أنا عايزة المكان اللي فيه الكاميرا فوق راسه كده. شايفين؟ شايفين البتاع بتاعتي دي؟ يبقى فيه كاميرا هنا كده جايباه من، على إن يكون هو بيركّز في شغله، والّا بيركّز على إنه يتكلّم على غيره، بيركّز إنه يسِب ويشتم، بيركّز إنه يقوم يهاجمه. فالكاميرا حقيقي حاسة إني عايزة أنزل شغل أوي، أو gym أو نادي، بس حاسة إن حتى الوقت مش مساعدني أعمل دول. رغم إن على فكرة أنا في أوقات كتير كسل كتير بيحصل معايا، بس أقسم بالله أنا ما عارفة سبب الكسل ده بيبقى إيه. هارجع أقول لكم أنا حاسة نفسي مطفية. ما كنتش كده على فكرة، كنت خفيفة أوي، وطول الوقت عايزة أغسل سجاد، أغسل ستاير، أغسل بطاطين، ألم تحت السرير، أرفع فوق الدولاب. كنت تحفة، كنت نفسي زي، كنت وردة مفتحة أوي في عز الصيف، أو مثلا في عز الربيع بنور. أنا في خريف، بقالي 6 سنين في خريف بتساقط فقط. ربنا يفك كربي وكرب أي حد في مكاني. وعلى فكرة والله ما تمثيل، حقيقي لما بتطفوا ومتبقوش متعودين على الطفي، أو مش متعودين إن حياتكم تبقى كده، بتتخنقوا قوي، بيبقى الموضوع مجرح مؤلم. حاولوا متطفوش. والكلمة دي أنا هقولها لعيالي دايما: اوعوا حاجة في الدنيا تزود فيكم. لو أنا مت كأني ممتش، خلاص هي حد وراح. بلاش أي حاجة في الدنيا دي تخليكم مأذيين أو مطفيين. اوعوا تعالوا على بعض، اوعوا تقولوا حد بيغير من التاني، اوعوا تخونوا أسرار بعض.